طبعا الامتحانات من اصعب الاشياء اللي تواجهنا من كنا اطفال، من تعرف انه هاي امتحانات اخر السنه. فبيوم من الايام كنت رايح انا عندي امتحان، المفروض امتحان جغرافيا. فبدايه الامتحانات يصير اصطفاف، فواقفين بالاصطفاف اشوف كل الطلاب يحجون بالتاريخ. يقول له اليوم راح يجيبون لنا، اكيد يجيبون لنا الثوره مال العراق، الثوره اللي صارت 1920 ثوره 1920. والاخر يقول له لا ما يجيبوها، راح يجيبوا لنا اكيد النقاط اللي بالبدايه تصير هاي اللي تحكي عن الحروب الاسلاميه. انا قارئ جغرافيا، معقول هذول يحكون عن الامتحان اللي بعده؟ لان التاريخ كان الامتحان اللي بعده. اي طالب اقترب من يمه يحكي بالتاريخ وعايف الجغرافيا. والله افكر الى ان رحت واريد اشوف الجدول. طلع الجدول انا غلطان بيه، والمفروض امتحاننا اليوم هو تاريخ مو جغرافيا، وانا عاكس بين الاثنين. وكانت ازمه حقيقيه فعلا. وطبيت وانا كل اللي ببالي جغرافيا، وفعلا بديت اخلط بين الجغرافيا والتاريخ من اكتب، لان حسب ما اتذكر خصوصا التاريخ كل شيء نسي، لان فيه هواي معلومات وهاي فانت تنسى. فبديت اكتب وجدت الدرجه، كنت خامس ابتدائي واخذت 70 وهي اعلى درجه اخذها. فقررت انه بعد دائما انسى الامتحانات. ضيفتنا اليوم هي النجمة الشابة شروق الحسن. رحب بك ويانا برنامج زوم. يا اهلا وسهلا بك اسامه. واسفين تعبنا شو من الدرج طبعا. هوايه درجات وادراج وما اعرف حتى جمعها، بس انه الحمد لله وصلنا. الحمد لله. اهم شيء وصلنا. الحمد لله. اليوم كنا او موضوعنا يحكي عن الامتحانات، بما انه احنا بفترة امتحانات. شنو ذكرياتك عن الامتحانات بالابتدائية؟ انه امتحان الفاينل او اخر السنة مثل كنا نسميه. هي اصلا كلمه ذكريات تحتاج صفنه دائما وابدا. يعني الامتحانات اني كنت يعني احسب لها حساب. اتمنى هسه كل الاطفال او الشباب اللي يعني عندهم يمرون بهاي الفتره اقول لهم لا تكونون مثلي، يعني لا تكونون انه شايف واحد انه تحت الضغط يخاف خوف مبالغ به. يعني اتمنى اني لو يرجع بي الزمن واقل الخوف. الخوف يمكن يشتت المعلومات اللي عندك، الطريقه اللي تستذكر بيها. يعني انا هوايه امتحانات رايحه علي انه مجاوبه يعني نص جواب او جواب انا ما مقتنعه به، بس من وراء ارتباكي بالامتحان. اعتقد هذا مو عامل من الطفل نفسه، من الاهل رقم واحد، وحتى المدرسين والمعلمين اللي يضغطون عليه، ترى امتحان، ترى وزاري، ترى. انا كان موضوع الضغط عندي انه والدتي الله يرحمها ووالدي الله يرحمهم يعني اثنينهم دارسين الهندسه، يعني يريدوني اما هندسه مرشحه مهندسه جديده. مهندسه. طيب اذا مهندسه فطب، وانت شاطره، هاي مسؤوليه، هاي كلمه يعني كبيره. انت ذكيه، انت شاطره، انت لازم تجيبين 100. اكيد شنو انت هذا يعني ضغط مو طبيعي. زين من جت الاشاعات انه انت شاطره؟ لا انا كلش يعني اول ما جت الضغوط عليك انه ما هم ضغوط، هي هاي مسؤوليه، انه واحد انه يخاف لا يخذل اهله ويخاف لا ما يأدي زين، ففعلا انه مرات ينخذل. صح، مو غلط. خلي الشخص على راحته. هاي دائما الاهل انه ابني كبير دكتور والثاني مهندس، يطلع هو خطيه ما عليه. كلش لان انا فعلا كنت يعني بالكيمياء كلش زينه، درجاتي فول ماركس، بالفيزياء بالرياضيات بالانجليزي، فكانوا متوقعين لي مستقبل يعني غني. الفن مستقبل غني. بس ما كانوا متوقعين الفن، لان ماكو احد بعائلتنا يعني. هم كانوا دكتوره ومهندسه. محامي ما بيها مجال. صيدلاني، صيدلانيه ممكن. يعني هاي يعني اذا يعني انه ما تتذكرين قصه بامتحان صارت بسبب هالشيء، انه رحتي حاسه نفسك خلاص اليوم 100 حسب الامال مال الاهل؟ لا يعني انا كنت ما اخيب الامال، بس قلت لك اني كنت يعني اذا اجيب مثلا 85 وانا كنت اريد اجيب 100 انهار وابكي وليش جاوبت غلط هيك. يعني انا كنت هاي النوعيه من الطلاب شايفهم. لدرجه انه خلي اسولف لك انه على السادس اني السادس اعدادي السنه الاولى امتحنت امتحانات نص السنه وقلت انا ما اقدر اكمل. اريد يعني انه اعيد السنه الاخ، لان انا ما جاهزه. دخلوني وزاري وما امتحنت. يعني المسؤوليتها المدرسه دخلتني وزاري لانه يعرفون انه اني راح ابيض وجه. ما امتحنت. السنه الثانيه وصلت للامتحانات التمهيديه اللي هي صار قبل قلت لهم انا ما اقدر. السنه اللي وراها الثالثه امتحنت 3 أو 4 امتحانات، اول 3 أو 4 امتحانات وهم بطلت. أنا ما جاهزة، أنا ما أديت زين، أنا بعد ما امتحن. وتخيل من وراء الخوف من الامتحانات تركت تماما السادس. وبالمناسبة طلع يعني بعدين طلع المعدل مالتي
يعني شيء و80 يعني كان بالنسبه للناس زين، بس انا بالنسبه لي لا ما كان مرضي. بس هاي بالسادس ترى هواي ناس يصير بيوم هيك، اعرف ناس يعني متميزين، كليات متميزين ومن يجي بالسادس تصير هاي العقده بسبب الضغط، سادس بسبب وزاري. يعني انا كنت بالامتحانات التمهيديه كنت فول ماركس يعني، وكل اساتذتي يعني حتى اخذوا فتره زعلوا مني انه انا ما كملت وما امتحنت وما كملت. انا نفس الشيء صار يعني بالمناسبه بس على ماده واحده يعني كملت، بس كملت فنون ما كملت ما كملت دخلت معهد فنون. انا نفس النقطه صارت وياي هم بسبب الملحه، بس انا كنت على درس واحد. اول سنه نجحت كل مواد ما عدا درس، فالسنه الثانيه قلت لا ما اريد اقول الماده لان تصير عقده. فتصير الناس هم يقول لك بس هاي الماده ركز عليها. فالسنه اللي وراها قلت انا ارسب بسته انجح بين دور ثاني وانجح بماده واحده. برافو. قريتها بس هي بس نجحت بين كلهن يعني. نجحت بين كلهن بس هم يعني صارت عقده يعني حتى انا بالكليه تجيني كوابيس انه انا بعدني بالسادس وغلطانين بي. تتذكر هاي الفتره اللي هي ورا السادس تبقى سنه سنتين تحلم انه انت بالسادس وضحكين عليك. اي يعني انا مره حلمت تجاوب بالكليه صاحوني طلعوني من المحاضره رجعت بالسادس غلطانين بيك. مستحيل. مو هذا الضغط يعني انا هواي عانيت ضغط بالسادس. سادس ندري وزاره احنا يعني والله. هو لازم يعني الاهل يعني او الاساتذه او حتى الطلاب يعرفون هذا الشيء، يعني انه انت طالما انت مجهز نفسك وفاهم ودارس الماده لا تخاف بالامتحان. واذا وزاره يعني واذا وزاره هو حاله حال. قال متفق ويا المدرس بالامتحانات. انا دارسه علمي، انت شنو دارس؟ انا ادبي. انت ادبي. الادبي الله يعني انه الله يساعدكم على الحفظ. العلمي الخامس اصعب من السادس فعلا. يعني انت تجاوزت الخامس وعبرت وكذا. هو شوفي من العقده معناها يعني بالضبط. انا اعرف ولد يعني هو متميزين صديق كل سنه معدلاته بال90 وصل للسادس على ماده الرياضيات ما قدر 6 سنوات ولحد الان ما عافه همين بسبب بس هي ممتعه، بس يمكن الاستاذ يعني سبب له ممكن بعد كره الماده ما يقدر يشوفها ويقراها، لان اذا استاذ يكرهك بماده بعد ما تقدر تتواصل ويا الماده وما تقدر تستوعبها. وهذا يصير بالطلبه انه عوفوهم صح. عوفه هو راح يعرف اقرا الان يكره الماده يكره المدرسين. يعني انا بدي اسمع اشياء عن الطريقه والتدريس اللي هسه موجود، يعني اترحم هوايه على الاحياء والاموات من الاساتذه اللي درسوني. لا خصوصا يعني الفتره كانوا رائعين، يعني كانوا مثاليين بالنسبه للي دا يصير هسه. الفتره مال كورونا هم شويه صعبه لان الطلاب ابتعدوا على المود مال الدراسه جدا. فنسوا اصلا واحنا طلاب. يعني ما كنت اتمنى انه يعني كنت اتمنى التعايش اكثر، بس هو هذا يعني موضوع قرار عالمي واكيد يعني الصحه العالميه يعني ادرى. اكيد الصحه اهم يعني. يعني بس هواي ابدتهم. هسه راح ناخذ فاصل ونرجع وياك حتى تكتشفين هالصناديق الهوايه اللي يمك. يا الله. يلا اوكي. فاصل ونرجع وياكم ونشوف شنو الموجود بالصناديق. وهسه نرجع من الفاصل وفقره اسمها باك تو سكول. حلوه الصناديق مو؟ خلينا نكتشف سوا. اكتشفي اول صندوق يعني. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واو فلوس من سنين فائته يعني او سنين سابقه. خلينا نشوفها. شنو تتذكري شنو كان مثل تاخذي يوميتك؟ هذا انا ما ملحقه عليه ولا هذا الدينار قديم. 50 هذه جديده. هاي جديده. هاي جديده. هذا هم ملحقه عليه النص والربع وهذول ما ملحقه عليهم. هاي احنا ملحقين عليها. ملحقين عليها انا شايف. هاي بالابتدائيه، بدايه الابتدائيه كانت يوميتي 4 منها يعني 100 دينار. هاي 100؟ هاي 25. بعد شويه كبرت صارت الاشياء اغلى وهاي صارت يوميتي 250. هاي 5 دنانير هاي ما اعرفها، بس هاي احنا ملحقين عليها الجيل. انا ما ملحق عليها. بس ما اتذكر، لا يمكن اكو كان 100 زرقاء كامله هيك شيء كانت هاي كان اكو 100 صح. 125. انا ايش كنت اسوي؟ خل اسولف لك هاي الشغله. أنا كانت يوميتي يعني من شوية كبرت، يعني أنا بيني وبين أخويا الأصغر مني 4 سنوات، يعني من بلش هو يداوم أنا بدت صارت يوميتي إنه أنت 5 ابتدائي مثلا. رابع ابتدائي. نخليها عادي بأي مكان. خليها هنا مؤقتا بعدين شيء. فايش كنت أسوي؟ يومية أحمد أخويا 250 دينار ويوميتي 250 دينار. كان عندي حرص على يومية أخويا وما عندي حرص على يوميتي. صرف المات تبقي المات. مو هيك. كان عنده قاصة، كنت أخلي يوميته بالقاصة وأقسم بيني وبين اليومية مالتي إنه 125 إلك 125 إلي.
يقول لي شو اسوي بيها يعني ليش؟ للمستقبل. اقول له ما عليك، هاي تجمعها انت تستفاد منها. يجي بابا بنهايه الشهر يقول برافو عليكم، يفتحها ياخذ الفلوس له، لا الاخوي ولا لا، ويرجع يعطينا اياها اعاده تدوير. بس هاي الابوك يعني الخطه. هي الابويه دائما يعني يوميتكم طالعه. دائما يصدف نهايه الشهر مثلا محتاج فيصفن جيبوها. هاي نفس العيديات. بالضبط، ترجع دواره للاهل. اي بالضبط. مال العيديات ضم لك اياها وبعدين. بالضبط، هي دواره. وطبعا ذكرتيني شغله مال انه والدك مهندس. مال درجات. والدي ما كمل دراسه الهندسه، للثالث كليه هندسه وترك، بس والدتي مهندسه. اكو فيلم لاحمد حلمي اسمه على جثتي، ابنه واخذ 98 من يقول له ابوك مهندس وجايب 98. بالضبط نفس الشيء. اي كنت اسمعها هواي. ابوك مهندس خلينا نروح للصندوق اللي وراه نشوف شنو بيه. هو منفوخ يعني بسم الله يريد يطلع يعني. اوكي. كتكوت ملحقه على هذا الكتكوت؟ هذا الكتكوت طبعا، شلون ما ملحقه عليه. هذا الكتكوت الشهير، هذا منين جبته؟ هذا تكوكه. اي تكوكه. هذا لقيته يعني، وما لقيته على انه هو صار انتيكه، لا على انه يعني شيء جديد حلو. كذب، وين لقيته؟ لا جديات. حدث لقيته. وذا انتيكه راح يصير غالي، فهو ما دام هو انتيكه. واو، بس ايش ذكرك بيه يعني؟ من تذكره؟ عندك قصه وياه؟ يعني هو تحديدا وياه لا، بس اكو هذه العاب مثلا معينه. كان اكو كتاكيت حيه. الحيه هذا اللي يموت. الكتاكيت الحيه اي. مره اشتريناهم انا واخويا وسبحناهم. انتم موتوهم وسبحتوهم. وغطيناهم ما قعدوا لاسباب مجهوله. بكينا وسوينا لهم فاتحه ودفناهم بالحديقه. يعني انتم كسرتوا رقم القياسي، وبالعاده يموت بيوم انتم بساعات. لا، ما احنا ما ندري ايش سوينا. يعني عفناه نايم، شوفه ما يتحرك هذا نايم. الله يرحمه. فيعني كان حدث مأساوي صراحه. زين، شنو الالعاب اللي تتذكريها؟ فاللعبه بالطفوله كنتي دائما تحبيها ودائما تشتريها؟ انا ما كنت العب مثلا. انا كل شوي كان عندي باربيات اكيد. وكنت اخيط هوايه يعني، فاتحين ورشه خياطه. يعني ماما الله يرحمها تسوي هيك البرده، تلقى اكو من البرده بالنهايه شيء مقصوص متفصل رايح متفصل بدله الباربي. بالضبط. اي وجه مخده، الظهر مالته صاير فراش للباربي. اي فيعني هذه الالعاب. بس اني يعني اول فتره من طفولتي انا ما كنت العب ويا البنات، يعني كنت مفتهمه الموضوع غلط. يعني ما كنت اعرف انه البنات شنو لازم يلعبون وهيك شيء. تلعبين ويا الولد؟ كنت العب ويا الولد. اي يعني ما اقبل البس صدريه، كنت البس بنطلون. وكنت من انا صغيره، انا بيا طبيعه من انا طفله يعني عاطفيه كلش. ومن احب يعني من احب شيء، من احب نجم، من احب يعني اتشبه به. يعني ما افهم انه هذا يعني من كان متاثره به بالطفوله معه؟ يعني بدايتنا من احنا اطفال. يعني كنت احب كاظم الساهر. فكنت اجي للمدرسه اقول لهم لا حد يصيح لي شروق، اني كاظم الساهر. شايف؟ اي وبنفس الوقت عاطفيه وحساسه وازعل بسرعه. فقاموا ما يلعبون وياهم الولد، لانه يصير مدافع. عرفوا بنيه يعني. اي لا، انه يصير مدافع او شيء او ضرب. فانضرب ارجع ابكي، اهلي يخافون علي. يجي ابوي ثاني يوم، وين ولي امر فلان؟ ليش يجي؟ فيقولوا لي احنا بعد ما نلعب وياك ينصحين علينا اهلك. انا ما كنت اصيحهم، بس هم يعني من يشوفوني ارجع باكر لهذا السبب. زين، تتذكرين اغنيه لكاظم الساهر بذيك الفتره كنتي تحبيها؟ وانا تحبين كاظم يعني الساهر؟ كنا نحب كل اغاني كاظم الساهر بذيك الفتره. يعني كل اغانيه اللي هي كان بعد الاغاني اللهجه العراقيه كان يغني بذيك الفتره. انه قبل القصائد، نزلت للبحر وهذه الاغاني يعني قبل القصائد. قبل القصائد. اي بالضبط. اي زين، تتذكرين اول يوم لك بالمدرسه شلون كان؟ اكيد طبعا اتذكره. اول يوم بالمدرسه كان يوم غريب، وحده وخوف وعالم غريب. يعني بحياتي انا ما مبتعده عن اهلي او يعني كان مرعب بالنسبه لي اليوم. بس كنت هادئه وما طلعت من يعني من الصف، وظليت قاعده بالرحله. حتى بالفرصه ما طلعتي؟ الفرصه اي. فاجت علي ست بدريه الله يذكرها بالخير، هي كانت معلمتي.
فقالت لي ليش ما تطلعين؟ قلت لها ما اطلع، اني قاعده هنا مرتاحه. فقالت لي طلعي اللفه مالتك. فاني عرفت انه اكو لفه من ست بدري يعني مو من اهلك ما كنت تعرف يعني كنت طالعه ببكيه وخوفه وما مركزه. ما حاطين لك لفه ما قالوا لك يعني احتمال قايلين لي بس لانه طفله ومجدوها وخايفه فطلعت اللفه. اتذكر كان بيها طماطه فانمردت. فقالت لي ست بدريه، قالت لي سلمي لي على ماما قولها بعد لا تخلي لي طماطه باللفه. هذا اتذكر طماطه تمشي هذا اتذكر المشهد. اتذكر بعدين من انه خلتني ثاني يوم قالت لي لازم تطلعين للساحه. كان اكو بالضبط نفس هيك هاي الصعده. فاني انه سويت حركه، اتذكر خليت رجل هنا ورجل بالساحه ولزمت لفتي ظليت واقفه وما نزلت للساحه ابدا. يعني احتاجتي فتره طول حتى تنزلين للساحه. اي بصعوبه. بعدين بين الساحه وبين اي يعني بصعوبه اختلطت بالاطفال. ممكن هم الطفل يستغرب بدا يشوف هوس الساحه بالضبط. وناس تركض وناس وما قدرت اندمج وياهم. وانا يعني ما متعوده على اجواء الاطفال الهوايه يعني اني بذيك الفتره يعني بس اخويا وياي فيعني ما متعوده على. وما كنت تلعبين بالشارع؟ لا ما كان عندنا هذا الشيء. كان بابا مسوي شغله انه يخاف علينا من الشارع، فكان مسوي مدينه العاب مصغره يعني بالحديقه مالتنا. انه خال سيسو اذا تعرفها، سيسو اللي هي هذه يقعد طفل هنا ويقعد طفل هنا، هذا يصعد وهذا ينزل بالضبط. ومراجيح وزحليقه صغيره، فاللي يريد يلعب يجي يمك يلعب من الاطفال مال المنطقه، فما تحتاجون تطلعون بالضبط. اي فكلهم يعني بس جيران، ماكو احد غريب مثلا اعرفه او التقي به. فكان بالنسبه لي المدرسه لا مرعبه. هسه نروح نكتشف صندوق الثالث اللي هم له علاقه بالمدرسه. يلا نشوف. اوكي، اعرفك بنفسي مسؤولة الطباشير بالابتدائية. طباشير، خبل الطباشير. كنت تجيبين الطباشير؟ اني كنت اجيب الطباشير وكنت مسؤولة الطباشير. هم دائما يعني اللي الشاطر مو بس الشاطر واللي يجيب الطباشير حتى يشجعوه دائما يجيب للمدرسة. كانوا يقشمروا انت المسؤول مال الطباشير. شنو طبعا هاي انت من تسمع مسؤول طباشير، طبعا مسؤول طباشير هذا منصب يعني هاي الطلاب يتملقوا لك. عندك هذا اكو طبشور احمر، هذا اللي يبقى الصغير. لا اكو الاحمر. تتذكره؟ مار عليك لو لا؟ مار عليه. الاحمر كان كلش نادر. يعني كنت ودائما تلقي هو صغير لان يخلص. بالضبط. كنت اجره هذا مقابل اشياء، مقابل لزقات. وتروحين تطلبين طباشير؟ لا يعني هم مو يمي، انا يمي الطباشير بالفرصه، فالاطفال يريدون يرسمون. فالاحمر اجره، تعطيني لزقه انطيك الطبشور الاحمر. اللزقات هم كانت شائعه كلش. تعرف لزقات مال بوكيمون كلش. اني قبل البوكيمون شويه. يعني كان اكو اشياء ثانيه. يعني البوكيمون اني بالثالث ابتدائي بديت اكبر على الكرتون. حرامات ثالث ابتدائي؟ اي والله من وقت. من ثالث بديت اتابع يعني افلام مسلسلات هيك. يعني انا اتابع افلام بس لحد ما كبرت على الكرتون. لا اني مقهوره لانه انا كبرت على الكرتون، لان كان بي متعه. يعني بالمناسبه لحد الان هسه بالمسمى الحديث والانمي انه الناس هوايده ترجع تشوف. اتمنى انه يصير عندي هاي حتى القنوات انه ارجع اقتنع بقصص الكرتون، لانه يعني حلو خيال. بالمناسبه عالم نقي. مسلسلات هواي ماخذين قصصهم من. اي طبعا. هي اكو يعني قصص، اكو اصلا يعني جوائز واكو مهرجانات واكو اشياء. لا مو يعني حتى الافلام الانمي اليابانيه اكيد. بس حلو مال مسؤولة الطباشير. كان هو فيها كم مسؤول الطباشير هم يعني اللي يروح يضرب طباشير من يدور المدرس ما يلقى طباشير. هاي مو قوم فلان روح هاي ما يدزوني انا اتيه. اي يعني من زمان تهي. اي بالضبط. فما كانوا يدزوني. اي بس يعني كان ممتع. انا في الطباشير نشوف احنا باقيين بالمدرسه بعدنا بس. يلا اوكي. نروح تفاصيل المدرسه. هذول جمعيهم وخذيهم وياش بعدين. اوكي. ها طبعا شو تسوي بالكنتور؟ كان خشب بظهره، كنت احل مسائل رياضيه يعني. هم تاخذين طباشير وياش؟ هو يمي الطباشير، انا مسؤولة الطباشير، انا اجيبه وارجع. وتخلصيه بالبيت. اوكي. حلو. اوكي الاقلام هذه. اكو قلم اعتز به. اقلام زين. هاي كلش يعني قديمه يعني. وين جايبها؟ هم لقيتها عند واحد عباله حديثه. لا مستحيل. انا كنت ادور شغلات قديمه بس اذا تصير انتيك تصير سعرها كلش غالي طبعا. فانا لقيتها عند ناس متصورين انه حديث يعني بحطها تقول لي حد قال لي هاي يستوردوها. ما اعرف والله مكان قديم شويه. واو. فيعني اكو مساحه شوفيها، اكيد راح تتذكريها، اللي هي مساحه الالوان.
هذه؟ لا اكو وحده لوخ من الساحه ما اظن موجوده المفروض بالصندوق. لقيتها ملونه. صح هياتها. هاي من الساحه، تذكرينها ايش قد قديمه؟ اكو هذه واكو الدائره الكامله. بس هاي تتذكريها كانت طبعا موجوده. طبعا اتذكرها. اول محل اقنعني انه هي احدث موديل جاي. مستحيل مستحيل. على ما اشترينا على انه وين كان انتيكه بالتسعينات؟ اعتقد هو المحل هو شكله قديم وهاي. يا اعتقد الله. فالت بالزمن. اريد اروح لهذا المحل والله جد. قلت له بعد ايش عندك من هالاشياء الحديثه؟ قال لي ما عندي مع الاسف. شنو ذكرياتك ويا القرطاسيه؟ كنت تطين لحد لو متمسكه باشياء؟ اي والله للاسف. قلم زايد. دائما اي يعني كنت يعني اترزل على هذا الشيء. زين وليش ما يرجع القلم الزايد؟ عمره ما رجع. ما اعرف يعني كنت دائما اخذ وياي اقلام قلمين قلمين خشب وقلم جاف ومساحه. يعني ما اخذ القلم الزايد حتى تنطي. ها؟ هو ما اخذ القلم اللي راح تنطي. ما اخذته وارجع بدون اقلام. فعلى مدار سنوات فبعدين قمت اترزل انه انت ليش بدك تطين؟ يعني اهلي يعني ما يرجعون. مو بخلا بس ابويا انه كان عنده وجهه نظر بده يقول لي انه انت ليش اي شيء يعني ينطلب منك انه تقدمي، ما يصير لازم تكون شخصيتك اقوى، لازم تدافعين عن اشيائك مو كل شيء تسلميه. لا تنطين قلم من الاخير. فيعني قمت شويه احرص يعني على القلم. هي مهمه فكره الاقلام، هاي المفروض تتذكريها؟ شلون ما اتذكرها؟ كانت كل السائده. وكنت احبها لانه يعني احل بها هوايه مسائل رياضيه ويعني هذه هن واكثر شيء كنت احبه الفرجال. الفرجال؟ هذا انا ابد ما عرفت استخدمه. جد؟ والله دائما كنت تفر بيه يصير دائما. لا ما اتذكر بها مرحله. لا لازم تثبته بطريقه. ويفيدك بالرسم اذا انت كنت من هواياتك الرسم. انا احب ارسم بس مو بالفرجال. يعني يفيدك بالدوائر من انت انه انا من كان عندي واجب انه بي دوائر كنت ارسم يعني كنت شاطره بهذا الموضوع فكنت استمتع به. انا كنت ازرف اوراق بي. كنت ازرف اوراق. اوكي. سيب المثلث في حاله. سيب المثلث في حاله. بعدين ان شاء الله. كل المثلث. هاي حققت النظريه مال احمد حلمي انه كل المثلثات ماكو دائره. سيب المثلث في حاله. واو وين رجعتنا؟ خريطة سنتين ثلاثة. لا وين سنتين ثلاثة. طيب بس هاي كان لها موتة انه هي كلش طبعا مميزة. بس هي هم مو هاي نصا ذيك كلش هيك ازرق ممكن نسخة محدثة عنها. نسخة محدثة شوية. بس هم استمروا على التصميم. كانوا يخلون غش بيها يعني وكانوا يلكفون دائما الطلاب. يعني هي عليها كل الشغلات الغش بس يعني الواحد يعني واضحه لما انت جايب وياك المحفظه اكيد راح تغش. اكيد راح تغش. وتنلقف. على فكره انا كنت ما اغش. انا ما اعرف اغش. تخاف يعني واعتبر الموضوع انه يعني حرام وهيك يعني. لا انا كنت اتمنى اغش بس دائما ما اعرف. كنت ناجح. اوكي. انا هم يمكن هذا واحد من الاسباب اللي كانت تخليني انه ما اغش. يمكن كنت مو ناجحه بالموضوع. لا تحرن بالصناديق خليهم عندي باي مكان. اوكي. بما بين ما نرتب الصناديق ونسويهم نروح فاصل ونرجع وياكم ونستكمل حلقتنا مع شروق الحسن. ونرجع من الفاصل مع شروق الحسن وخلصنا من الصناديق اللي فتحناهن. ونكمل هسه باخر الصناديق. وصلنا راح المفروض نشغل الموسيقى شايفهم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله. هاي الوردة عاملين البرنامج ليش بالبداية. شكرا جزيلا شكرا. تتذكرين احد هدالك وردة؟ اجى مثلا اول مرة تحسين شيء لطيف يعني انه لا انا ابد ما يعني ما عشت هاي الاجواء من كنت صغيرة انه اعجاب وهاي. مو اعجاب حتى اذا والدك او اي شخص يعني وظل محتفظة بها بالمي. انا كنت اوزع ورد وهم كنت اترزل من اهلي لان كنت اقطع من الحديقة واوزعها فكانوا يقولوا لي شكرا بس بعد لا تعيديها لان بصعوبه يطلع الجوري. بس اكو شو اسمه يخلوها بالدفتر واكو يبقيها بالمي. كان ماكو ذكريات ويا الورد. طبعا تحسيه اختفى هسه. وكان ماكو هذا الورد حاليا اللي ينباع المنتشر هسه غالي يعني همين اللي يريد كل يوم يجيب وكميات يعني مبلغ. بس حبيتها هاي كلش حلوه وفريش. هاي مين قاطعيها؟ مو لازم نقول يعني. اوكي عرفت مين. عرفت مين بس احنا مو لازم نقول يعني. مو لازم نقول وين قاطعين. شكرا. بس هاي اريدها. وخليها بالصندوق. خليها هنا. خاف انساها. لا ذكروني عاد. اوكي. انت عندك والده هسه يمنا. اوكي.
الصندوق اللي قبل الاخير واخر صندوق الذكريات. يلا هذا شوي ثقيل يتقلب. ايش خالي بيه صح شويه. هذا مخزون من أوف. الذكريات. ايه واي اشياء. اوكي. وصلتك رساله بظرف؟ ايش ان انا وصديقاتي نسوي هاي الفيكه، يعني وحده تكتب للثانيه يعني وتدزون بظرف؟ رساله. اي بالمدرسه. شنو يكون محتوى الرسائل مثلا؟ اكتب لك بالمقلوب لتبقى الذكرى بالقلوب. هذا كلام عميق. اي اكتب لك بالرصاص تبقى الذكرى بالاخلاص. حلو. وماكو اسمك؟ لا نكتب لا مو هيك، دائما من الاطفال شروق تبقى ذكرى بالاخلاص يا شروق. اي بالضبط. اي طبعا انا صديقتك وصديقتك غلط نكتبها بالاي. او نحكي قصه صديقتك يعني. زينه او مع صديقتك 12 مره اي اتمنى ان نبقى صديقات الى الابد وهذا كله. بشريني بقيتوا صديقات؟ والله يعني اللي أنا بالمناسبة أحب الوصل، يعني أحب أتواصل، يعني هم بسهولة يوصلوا لي أكثر مما أنا بسهولة. يعني أي بالضبط. بس أنا هم أدور عليهم يعني. أدخل على جروب المدرسة الابتدائية اللي هي مدرسة عمرو بن كلثوم الابتدائية اللي هي زين. من اشتهرتي اكو واحد او ناس زملاء لك جوك يعني بعد فتره زمنيه وذكروك بنفسهم؟ طبعا اي يعني هوايه يراسلوني ونحكي ونسولف وباقين، يعني اللي باقين منهم باقين، واكو بعد يعني سدوا اكاونتات. تعرف يعني للاسف انه عندنا البنيه من تلتهي شويه بالبيت يعني تنسى نفسها وتنسى التواصل. ما عندها وقت للصداقه. اي بس يعني هي حلو انه واحد يتذكر. يعني انا اتذكر جاني تعليق قبل فتره شفت على حلقه الي صديق واحد كاتب هذا الولد كان وياي بالاعداديه والله وقت وحاط استفهامات. والله وقت شو مسوي انا؟ ما ادري وحاط استفهامات يعني ما ليش الاستفهامات. فهذا لقاني مثلا يعني وتحسر على حياته. ليش مضايق منه؟ فالقصد لا يعني للطرفه انه فعلا ممكن شخص يشوف كانت ويانا صدق يعني. اكو فعلا الناس تستغرب لان هي باقيه يعني نفس مكانها. هاي صارت هيك بعد الفجوه الزمنيه هاي ما مر بي. اي زين. لا انا متواصله يعني. الكاسيت ما تدري ايش كنت مسويه باهلي. كنت الاشياء اللي احب اسمعها بالمناسبه اني بيك فان لمطرب خليجي اسمه جواد العلي من كنت صغيره. نادية والليل اعتقد اغنيه. لا هذا عباس ابراهيم. اللي يغني يجي لك يوم، اللي يغني غبت والشوق طول، عنده هواي اغاني يعني اساليني. مهم فكان كل لقاء يطلع اشغل تسجيل اسجله. تسجلين لقاء مالته؟ اي نعم بالصوت، انه على مود ارجع اسمعه واستمتع به. انا كنت كل شيء احب اسجل كاسيت بس دائما يطلع الصوت بخطا. ما صاير عندك ما يطلع نفس الصوت، يطلع هيك مو هذا. اي كان عندنا مسجل احمر هذا الكبير عرفته اللي هو موحد. اتذكره اللي صار بيه سماعتي هو هذا هو هذا. جايبته وسكته عندي اليوم تسجيل واسجل وساعتين ما حد يحكي. على مود اي اتذكر بابا همنا من كان يعني كان احنا ما عندنا كاسيتات اصليه، ما توصلنا يعني بفتره كلها كوبي الحصار. فكان بابا من يسافر يجيب لي كاسيتات اصليه يعني الالبوم الاصلي مالته يعني. اي بالضبط من دول الجوار. فكان عندي يعني محتفظه بهن لحد هذا اليوم؟ يعني تعرف من صار تحويل من اكثر من بيت وانتقال وكذا وهذه يعني مع الاسف يعني بتعرف يعني والدتي الله يرحمها صرفت بيهم لان كانت تشوفهم هوايه يعني قلاقيل. اي بس يعني للاسف. زين. والفيديو كاسيت؟ الفيديو كاسيت هذا اتذكر من كان عمري 3 سنين بابا اشترى لنا هو هذا الجهاز، واقعد لوحدي بغرفه الاستقبال. هو كان محطوط الجهاز فيديو. هذا مال الفيديو بغرفه الاستقبال ويشغلوا لي كرتون. يا كرتون توم وجيري. اي فكان عالم يعني عالم خيال. انه انت بنفسك تشغلين. هي ايام كانت فيك انه بيدك انت تشغله وتشوفه وشو وقت ما تريد ترجع وتطلب. انا اليوم عاجبني فلان كرتون جيبوا لي اياه يعني اريد هذا الشريط. فكان بس هم كانوا اهلي يعني محددين الموضوع انه كان هذا الشيء صحيح انه هالقد انه ساعتين مثلا او ساعه بس الكرتون مو اكثر، على مود ما يصير يعني انه واحد يباوع على الشاشه هوايه وهيك. بس هم كان حدث لان التلفزيون كان اكو ساعه بس الكرتون اذا تذكرين الظهر. بالضبط طبعا. فلو تلحقين عليها لا انه يصير اكو فيديو وطالعين انت الكرتون بس ما كانوا يعطوني هوايه مجال يعني بحيث ابقى متشوقه للساعه اللي راح يسمحوا لي اشوف بها كرتون. هذا شيء صحيح طبعا. طبعا انا كلش اشوفه شيء صحيح يعني. فهذا يمكن هسه الاطفال الايباد
يعني هسه دا اشوف انه الاطفال ما عندهم شغف تجاه شيء قد ما كل شيء متوفر. كل شيء متوفر فعلا. يعني احنا كان عندنا العيد ايش كبره لما تشتري باربي جديده بالعيد. هسه اعتقد حتى ما يهتمون بالالعاب هاي. هسه تشتري له اللعبه كسرها مل ورجع للايباد كسرها مل ما اعرف طريقه واسلوب التربيه تغير. الحياه اختلفت يعني مع يعني الحرص مال اهلنا كان افضل انه يكون عندك اكثر يعني حرص وتحس بقيمه الشيء. يعني هسه لا، الفاست فود دا اشوف الاطفال ياكلون هوايه فاست فود اشياء. ايوه تطور الزمن اكيد ضرب. ممكن كنا مستفادين احنا بهاي النقطه كلش. يعني انا هاي الاشياء اللي افتقدها، هي هاي الاشياء اللي افتقدها يعني، واتمنى انه يعني كان المفروض انه تستمر مو غيرها. روح لاخر صندوق خل اشوف قبلها بس اشوف شكو هنا. انا بعد تليفون كل شيء ماكو. اعتقد اكو شيء مهم. تليفون بس. اي تليفون ابو الكاشف هذا حديث. اي هذا حديث. هذا حديث ما بيخدع. ما عندك ذكريات ويا التليفون؟ يعني ذكريات طبيعيه، ذكرياتنا كلنا. يعني هسه انت همين اكيد داق على احد. هم عندك قرايب تضوج منهم كنت تدق عليهم؟ مو احنا بدنا نسجل يعني ممكن بالكواليس اقول لك. والله انا كنت اسويها انا واخوي. اي يعني ندق على ارقام نعرفهم ونسدها. حلو. اي بعدين من ظهر الكاشف واحد قال لنا ها عرفكم. هو ما دام اعتراف فلازم نعترف انه كنا مسويها طبعا، نحبهم او ما نحبهم. بالضبط. اي لازم. ونجرب اصوات. انا وايد كنت اجرب اصوات. شلون؟ عن واحد يغير صوته وياكم هذا مثلا. حتى واحد ما يعرفه. لا انا هسه اتذكر الشغله على التليفون. اتذكر يعني عداني كنت اريد اسوي روحي مثقفه من كنت طفله. اتذكر مره صديق والدي اتصل علينا فاني جاوبت، فاني سامعه من اهلي كلمه حضرتك. اوكي كنت كلش صغيره يعني ما داخله ابتدائيه، اقل بهوايه. فقلت له تفضل. نعم. قال لي مرحبا ما ادري شنو. قلت له اوكي منو حضرتك؟ اني حضرتك شروق. اني حضرتك. اني حضرتك شروق. انا على بالي حضرتك هي ثابته. انت منو حضرتك؟ اني حضرتك. اي نعم. هاي اتذكرها. نجي على وراها؟ نجي على الصندوق الاخير. يلا. اوبا. هذا مو صندوق ذكريات بجد ما هو ترشيح. اول شيء هي روايه. رؤيه. اوكي. اكو روايه تحبين ترشحيها للمشاهدين انت تحبيها او كتاب يقروا؟ ايه كاتبه عراقيه يعني همينه من الناس اللي اتمنى انه تستمر بالكتابه. يعني كاتبه شابه يعني انا اعتبرها من الاسماء الكلش مهمه يعني. بس ما دا اشوف انه تقدم اشياء جديده. اتمنى انه تقدم. شمن بيرم عندها روايتين، عندها راسقي وعندها روايه ثانيه ما اتذكر اسم الروايه الثانيه. بس هي يعني روائيه رائعه. راسقي كان رائع يعني. اتمنى الناس يقروها ويحصلون عليها حتى دعم للكتاب الشباب انه بالضبط. فعلا انه الناس يعني تبدي تقرا روايه. يعني حتى كنت اقرا وانه اقول انه واو اكو فكر عراقي يعني وبنيه وهيك تكتب. فيعني اتمنى فعلا تكون فرصه لانه الناس كل بناتنا ما شاء الله يعني عندنا هواي كاتبات حلوات يعني. آية منصور، الزميله الشهد الراوي اكيد يعني هواي اسماء مع اختلاف انه كل وحده النمط واللون اللي تقدمه. بس عندنا شابات كاتبات كلش حلوات. بس انا اميل بصراحه اكثر من الروايه للكتب العلميه لحد الان. يعني اجيب كتب علميه اكثر. حلو. انه تبحث بالانفجار الكوني، بتطور الانسان، بهاي الاشياء يعني. هاي حتى مفيده همينه طبعا. لان الروايه تبقى مثل الفيلم او التسليه. بالضبط. بس الكتاب العلمي اكيد مهم. بالضبط. والروايات يعني انت هم قلت يعني تتحول الى افلام. افلام بالضبط. صوت وصوره. انا مرات اروح اشوف الروايه ورا الفيلم مو العكس. اوكي. يعني هواي يصير اكو تغيير. صح 100% لانه يكون برؤيته يعني برؤيه الكاتب او المخرج فيغير النص مال الروايه. والثاني هو ذكرى اخرى لاحقه على جريندايزر. لا هاي قبل زمننا لو ورا ما اعرف. لا مو المجله الكرتون نفسه. الكرتون طبعا. اي ملحقه عليه. جريندايزر يعني انا الجيل اللي شويه ورا جريندايزر. انا جريندايزر قديم. لا قديم. يعني يعني انا اتذكر كان انا انتاجه 72 يعني. بس انعاد انه يعني طبعا هو كان ينعاد. بس انا اقصد انه شو وقت كان ينبث عندنا يعني. لا هو لحد الان ينبث يعني. ما اعرف. انا اتذكر على طفولتنا يعني اني جيل اكو هيك هذا النحله سنبل. عدنان ولينا. بومبو. بومبو لا يعني كنت بعدني مو كلش شاطره انه تعرفين الشخصيات. بالضبط.
جراندايزر. هاي مجله مصوره. اي كان عندنا مجلتي والمزمار، كنت تقريهن؟ اي طبعا اتذكرها، ما كنت كل شيء احب اقرا مجلات الاطفال. اني هم هذا كنا الكوميكس نجيب كان حدث. مجلات مجله ماجد إيه، بس كنت ماجد واحد. كانت توصلنا ورا اشهر يعني من اصدارها. كانت اعداد بصعوبه قديمه، تتحصل، واكو قصص يقول لك بالعدد القادم ما تلقين العدد وما القادم تلقى لأن تموت قاعد قهار. ماجد اتذكر اكو بلبل، كان اكو ميكي اذا تتذكريها. ميكي اعرفها. اي بس فكنت كل شيء احب هاي المجلات. اني هم تذكر فضولي الشخصيه فضولي يتحدى كان يختل بالمجله وتقعد تدور عليه. واتذكر بيبي هم كان اسمها بماجد، تتذكريها؟ بيبي هاي بالاصدارات الجديده من ماجد يعني. زنجبيل لا ما اعرفه زنجبيل ما اتذكره. اوكي. اي بس هي كانت فعلا مسليه، جدا وتعليميه. فعلا بها تسالي وبها معلومات، يعني تطور الثقافه عند الطفل يعني وتنمي يعني كلش مهم انه كلش حلوه مع الاسف والاطفال يستمرون يعني. كانت كلش مسليه هاي المجلات جدا جدا جدا. كان عندي عالم كامل، مكتبه أنا كامله. هم بسبب الانتقال من بيت الاخر كان عندي فقدتها مجلات عدد مخيف يعني، هسه صارت كلها انتيكات. حرامات انه الله يجازي اللي كان السبب. المهم هسه احنا خلصنا فقره الصناديق، ناخذ فاصل ونرجع لاخر فقره. يلا فاصل ونرجع وياكم مع الفنانه شروق الحسن. ونرجع وياكم من الفاصل، شروق الحسن بعدها ويا صناديق. استمتعنا بالصناديق جدا كلش والله. طبعا هاي السنه مهمه جدا بالنسبه لك، هالسنه على المستوى الفني في رمضان، ومسلسل بنات صالح كان هو المشاركه في رمضان. بالضبط. شلون بدا الموضوع؟ شلون ترشحتي للدور؟ والله هو قصه طويله يعني. بس هي انتهت انه كنت موجوده بالمسلسل يعني، بس بدايه التحضيرات ما كانت موجوده وياهم. يعني اعتذرت وانسحبت يعني قبل التصوير، خلينا نقول تقريبا باسبوع رجعت. اي يعني انه بعد ما اتصل بي الاستاذ سلام عرب بلغني وقال لي انه اني والاداره والسيد المخرج بدنا نرتقي انه ماكو وحده راح تكون ساره غيرك، يعني انه بدنا نشوف انه انت الشخص المناسب لهاي الشخصيه. فقلت له انا يعني عندي ظروف حاليا بالبيت وهيك شيء ما راح اقدر. فقال لي بس انه لازم على الاقل تجين بس اجتماع انه يعني نتفاهم بي وهيك، اذا ما قدرتي يعني بس هو الدور الك يعني. بعد ما اختبرنا بنات اكيد كل البنات كلهم خير وبركه وكلهم رائعات، بس يمكن على مود يعني حسابات معينه انه الدور درامي يمكن يحتاج شويه احد صاحب خبره يعني. كلمه مصريه حلوه من بالك، الدور بينادي على صاحبه. اي يعني انه لانه بدموع ولانه هي الاخت الكبرى المسؤوله، فيمكن هذه الاعتبارات، مو انه انا افضل من احد او شيء، لا ابدا. وممكن افضل بهذا الدور همين، ممكن كل يعني هو بالضبط. هو دا اقول لك انه الدور لانه يعني أكيد. انه الاخت الاكبر وبي دراما وكذا يحتاج يعني احد محترف يعني، فعلى هالاساس اختاروني. يعني ردود الافعال على العمل شنو؟ خصوصا صار ترند معين بالحلقه الاخيره. بالضبط. هذا انا هم اليوم اصلا حابه انه احكي بهذا الموضوع يعني. احاول احكي بدون ما اتاثر. تتاثرين لو تتعصبين؟ تتاثرين لو تتعصبين؟ لا انه ابكي يعني شويه مدمعه. انا المشهد الاخير يعني شفته قبل لا امثله، يعني شفته لايف يعني عشته، فكان مؤلم بالنسبه لي. خلينا بعدنا فان. ما يخالف. فيعني انا من انديه هذا المشهد يعني يعرفون الكادر وياي. كنت يعني مرتين او 3 مرات انا فقدت، ويعني توقفت التصوير وانا باقي ابكي وهيك وكذا وما اعرف ايش. كان اكو مفرده قالت، كانت اضافه من الاستاذ غزوان المخرج المساعد، اللي هي بابا قوم سوي لنا محلبي. هي كان انه قد ما احنا نحب من ايده الاشياء الطيبه وهيك شيء، انت بالعاده فعلا يعني باللحظات الاخيره الواحد يفقد ما يعرف شو يقول، وانه قوم انت ما بيك شيء، قوم انت بحيلك، قوم بصحتك سوي لنا الاكل الفلاني او الكذا. يعني اكو عمل الاستاذ قاسم الملاك اعتقد اسمه حب وحرب،
اي حب وحرب. فوالدته تطلع انه ايضا تتوفى بالحلقه الاخيره بالضبط. فيقول لها منو بعد يسوي لي دولمه. اي بالضبط. همين صار شهير بوقت الغماق في السوشيال ميديا. اي بالضبط. فهي هاي كلمات تقال بلحظات الوداع. يمكن ما توظف الصحيح مونتاجيا، او يمكن ما توظف الصحيح كايقاع كاداء مشكله مني، أو يمكن انا كنت تعبان، والاقتطاع هم ياثر. هذا راح اجي لك بيه بعدين. يمكن انه كان انه المفروض انه يكون وياها بعد كلام او شيء او حوار، ممكن. لا اعلم. بس هو بشكل عام تشوف انت المشهد لاول مره، بالمناسبه هي اول يوم رمضان، ثاني يوم رمضان، ثالث يوم رمضان، ما كان اكو مشكله. يعني من شافت الحلقه ما كان اكو ردود افعال. اجى الشيء الأسوأ اللي هو المونتاج. المونتاج من شال ويعني من ابدا ومن قدم واخر انه صار فني. انه صار ضحك بالموضوع. صار ضحك بالموضوع. انا ما عندي مشكله ابدا انه الناس تضحك وتتونس وتتبادل الكلام، وصار لوجو يعني حتى انه صار لوجو مو بس حتى البنات صالح، يعني صار للفن، مو بس للفن. هي هاي الفكره. كان مرات الدعايه السلبيه تكون قويه للمسلسل، هي خلت المسلسل هواي. اي بالضبط. ولا هو المسلسل ما كان محتاج بصراحه دعايه بشكل عام، بس هاي همينه قوت اعلى. هي هاي الشغلات اللي علت المسلسل من البدايه. انا اللي قهرني انه اني كنت بهذا المشهد، يعني اكو ناس يعني انه يقولوا لي ليش متشيرين، او هواي من اصدقائي يقولوا لي انت ليش يعني ما تطلعين مثلا بالسوشيال ميديا تسوين فيديو عنه او شيء. اقول لهم اني لو كنت مقدمته بشكل كوميدي كان ما عندي مشكله، يعني انه اتناوله. بس انا بهذه اللحظه بهذا المشهد الطريقه اللي اديت بها انا كنت حزينه ومألومه، وكان مشهد درامي بالنسبه لي وتعب، وهو اصلا العمل درامي تعبت بيه نفسيا ومن كل النواحي تعبت بيه. يعني كان مؤلم، القصه كانت متقاربه ويا قصه حياتي بهذا الموضوع. ما حبيت انه ياخذ هذا المجرى، يعني ما تمنيت انه يروح لهذا المجال. بس ما دام العالم متونسه وسعيدين ويضحكون، فخلي يضحكون بالعافيه. وبالمناسبه هم يقولوها بمحبه. يعني انا يشوفوني بالشارع لحد البارحه، يشوفوني الناس يقولوا لي احنا كلش نحبك، اولادنا دائما يقولون لنا سوي لنا محله يعني فانه يقولوها بمحبه وبضحكه. بس بالمناسبة أشهر السينات بتاريخ السينما راح تلاقيها صارت ساخرة، وأكو نجوم نفسهم سخروا منها. صح. تلاقين هم نفسهم من صارت سكتشات بالمستقبل ممكن. فعلا أغلب السينات صارت ساخرة، جو النجوم نفسهم سووها. من كبروا. أكو هواية يعني كلش هواية. إذا نريد نتذكر أكو مشهد كان يعتبر كلش شهير بتاريخ السينما، تقول مديحة كامل لمحمود ياسين، هي دي مصر هو يقولها هي دي مصر يا عبلة، لعظمة مصر مثلا. بعدين صارت أشهر ميمز أساسا، وجا قاله هو بنفسه بعدين بمشهد، هو فنان كبير فقال هي دي مصر يا عبد. بالضبط. فتصير هوايه انه يتحول بعد 20 سنه اطلع همين اقول قوم سووا لنا محل. يتحول مشهد شهير الى مشهد ساخر بالمستقبل. مضبوط. بالدراما وبالعمل. تتفق وياي جماعتنا شويه ياذون. ممكن صارت والسوشيال ميديا تاذي شويه. صارت الفيروس الاقتطاع همينه. اي بالضبط. اقتطاع الهوايه انه فريم تنأخذ. بالضبط، انه يخلي اكيد مرات يكون اكو حق واكو راي بناء طبعا ونقد طبعاً. بس اكيد مرات تصير اكو للضحك، ما يخالف. خلي الناس لا اقول لك ما دام متونسين، ما بيها اساءه شخصيه الي، ما بيها اساءه شخصيه للعمل او للكادر الكبير اللي تعب واللي قدمني بهذه الصوره الكلش حلوه. يعني انا بصراحه جدا 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 سعيده اني انه بهذا العمل، انه اخيرا تقدمت بمساحه عميقه وبدور بتمثيل بشغل هوايه. يعني قدمت اعمال ثانيه وشخصيات ثانيه وكلها ايضا كانت خطوط رئيسيه، لكن سارة كانت شخصية ثقيلة. فيعني الصورة وال يعني كل شيء كان موجود بهذا العمل، كان رائع، كان كلش حلو وصحيح يعني سعيدة به جدا. أتمنى القادم يكون أفضل. شكرا. قبل لا نختم اكو شيء حكينا بيه بالكواليس ومصر ان نحكي به هنا. اوكي. لان انا احبه. ذكرني. مسلسل فريندز. اوكي فريندز طبعا. شو يمثل لك فريندز تاريخنا ماضينا يعني. الصداقه نفتقدها، هواي مرات تحسين دول اصدقائك السته. بالضبط. وانه انت عايش وياهم بسنترال بارك. اي بالضبط. هو كنت دا اقول لك شغله، انه اني كل فتره كل مرحله يعني كل ما اتقدم بالعمر او انضج
شويه ستيب انه اتغير اغير الشخصيه. شخصيتي المفضله هو فعلا تتغير. الشخصيات تشبه كل انسان بعمر بالضبط. الشباب بالمناسبه، وتتقولب وياها مثلا روس الحالم. اتوقع روس راح يكون المرحله الاخيره الاخيره فعلا هو الشخص الحالم شويه ارزن الهادئ. اي مثل مونيكا طبع همين بعمر معين. اي بالضبط ممكن ريتشل تشبه الشباب بالمطلق، البنات اللي هي الدلوعه اللي تحب الشعر دائما وتحب الستايل والغنيه والهذه. فهاي ممكن قريب. انا حاليا المفضل عندي جوي. انت؟ انا تشاندلر. انا تشاندلر يعني. شخصيتي المفضله، وهي هواي الناس شخصيتهم المفضله بسبب النكات الذكيه والسريعه. اي وحتى اكو تشاندلر طبعا بنكته انه ما حد يتذكر هو شو يشتغل او شو يسوي. اي اكو حلقه ذات تذكرين من ما يدرون لابس نظاره ولا لا. اوكي من لابس نظاره. انت مو دائما تلبس نظاره. اي انه هم في هاي نكته على طول مسلسل انه ما حد يعرف شو يشتغل ولا حد يعرف هو موجود له لا. مهمش. انا احب جوي تريبياني لانه هو دائما عنده يعني How you doing؟ يعني ايه انه لا هو عنده ايمان بنفسه انه هو يعني هو نجم شخص، وممثل. بس هو يعني بس هم سخروا من ويحب التمثيل. الأكل. سخروا من التمثيل بالمناسبه. طبعا انه هو فارغ من جو بس قدام بالضبط. كانت همنا نكته على التمثيل. اي بس فعلا فريندز مسلسل مهم جدا ككوميديا، واغلب الاعمال الكوميديه العربيه مقتبس منها مشاهد او شغلات من فريندز. اي كاتب كوميديا لازم يشوف فريندز. يعني هو الحلقه بي هي يعني سكتشات غنيه كل مقطع ممكن يتشير يصير سكتش واحده اساسا ويضحك. اي بس فعلا استمتعنا اليوم، ذكريات وفن وحوار كلش جميل. انا كلش اشكرك واشكر انك جيتي، واسفين على الدرج بس هم لازم لا مو مشكله لازم ترجعين ما الاستوديو. اطلع على الساعه اطلع. شكرا جزيلا. شكرا لك. كلمه حابه توجهها قبل لا نختم؟ اشكر قناتكم، اشكرك على هذا اللقاء، اشكر كل الموجودين واشكر كل اللي يتابعون، ان شاء الله كنا يعني خفيفي الظل. شكرا لك. شكرا لك. بالنهايه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واستمتعتوا ويانا، والى اللقاء.